السلام عليكم، اش خباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم افكار بسيطه مع مريومه. معلومه جديده وفكره جديده. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساونيش بالتعليق الزوينه ديالكم وبلايك وباشتراك. نبداو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جبت لكم واحد الفكرة، واحد المعلومة زوينة 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 بزاف، الا وهي الزعتر. وشكون ما تعرفش الزعتر؟ الزعتر كان من ايام الاباء ديالنا والاجداد ديالنا، وكانوا كيتناولوه وتيشربوه وسبحان الله العظيم عنده فوائد عظيمة وكتيرة كتيرة كتيرة بزاف، مفيدة للصحة ومفيدة للشعر ومفيدة للبشرة ديالنا. الفوائد ديال الزعتر انه تينقي الجسم ديالنا من جميع السموم، ومزيان الجهاز الهضمي والقولون العصبي والمعدة. والزعتر هو صيدلية ربانية من عند الله سبحانه، إلا هو كانوا تيتناولوه الآباء ديالنا من زمان، وما كانوا تيداواو غير بالأعشاب. سبحان الله العظيم، كما مفيد للصحة مفيد حتى للبشرة مفيد حتى للشعر. كما عنده فوائد عنده حتى أضرار، وما يخصش بنادم يتناول الزعتر بزاف لحقاش راه مضر، هو مضر الكلاوي. ما خصش بنادم يبقى يشرب فيه بزاف، مرة في السيمانة مرة في الشهر مرة اللي حاس بان عنده الكلاوي. ونتمنى يعجبكم الفيديو ولا معلومة اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.